هلو، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ انا جايه النهارده اعرفكم كل استخدامات الفرش بتاعه الميك اب، عشان في بنات كتير قوي بتبقى عارفه اشكال الفرش بس ما تعرفش ايه استخداماتها. اول حاجه فرشه اللي هي مكتوب عليها توزيع كريم الاساس. الفرشه دي بتبقى مسطحه، بتوزع الفونديشن حلو قوي قوي، بس ما ينفعش ندمج بيه، بس بتديله كفر عالي. تاني فرشة اللي هي الفرشة اللي مكتوب عليها دمج كريم الأساس، دي اسمها الكابوكي بروش. دي بتاعة الفونديشن، ممكن نوزع برضو بيها الفونديشن، وكمان بندمج بيها الفونديشن، بتدي كفر عالي قوي 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 غير البيوتي بلندر. تالت حاجة البروش اللي هي مكتوب عليها الباودر، دي بتبقى فرشة كده يا بنات، فلافي بس كثيفة، يعني الشعر فيها مش جنب بعض قوي، ولكن بتكون الشعر فيها كثيف. دي بتاعت اللوز باودر، بتثبت الوش حلو قوي، وبتوزع اللوز باودر كلها، ما تخليهاش تكتل على البشرة. كمان الفرشة اللي بعديها اللي مكتوب عليها بلاشر، هي برضو بتبقى فرشة فلافي كده يا بنات، بس بتبقى مشطوفة شوية من الجنب، يعني ما بتبقاش كلها سوا واحد. كمان نفس الفكرة بتاعتها الفرشة بتاعت المكتوب عليها البرونزر، دي ممكن نحط بيها البرونزر اللي هو بنغمق بيه البشرة، او كمان بنحط بيها الكونتور. بتبقى نفس الفكرة يا بنات بتاعت البلاشر، بس زي ما انتوا شايفين كده في الصورة بتبقى اصغر شوية، بس في نفس الوقت بتبقى فلافي. كمان في الفرشة اللي بعديها اللي هي المشطوفة والمضغوطة، دي بتاعت الكونتور الكريمي. عايزاكم تلاحظوا يا بنات ان في فرق ما بين البروش بتاعت الكونتور او البرونزر اللي هو الباودر، وفي فرق ما بين الكريمي. الباودر بتبقى الفرشه بتاعتها فلافي كده، والشعيرات مش مدموجه جنب بعض، لكن اللي هي بتاعت الكونتور الكريمي لازم الفرشه تبقى الشعر كثيف ومضغوط مع بعض، مفيش اي فراغ ما بينهم. فعايزاكوا تلاحظوا الفرق ما بين الاتنين، علشان انتي لو جيتي دمجتي الكونتور الكريمي بالفرشه اللي هي الفلافي اللي هي مش مضغوطه، مش هيدمج معاكي خالص، وهيديكي بلند كده، مش هيبقى سموث كده على البشره، هيبقى في حاجه انتي مش حباها، في حاجه غلط، مش هتعرفي تدمجي بيها كويس. تمام. وبعد كده الفرشه اللي هي الاخيره دي بتاعت الهايلايتر، دي بتحط الهايلايتر يا بنات، اي اضاءه عموما في البشره بتخليها شكلها حلو قوي قوي قوي. احنا عارفين ان احنا لما بنيجي نحط الهايلايتر يا بنات، او عموما اي اضاءه بتبقى في البشره اللي هي بتدينا تنويره ولمعه حلوه قوي قوي، بتخلي البشره جلوي قوي وشكلها حلو. لما بنيجي نحط عند الخدود او عند الدقن او عند النوز او كمان في الجبهة، كل دي مناطق بتبقى للتنوير، بتدي البشرة، بتخليها شكلها صحية قوي قوي، وكمان بتديها اضاءة حلوة قوي. فاحنا عارفين ان احنا لما بنيجي نحط الهايلايتر كل مكان بنستخدم فيه بروش معين، فالبروش دي بتبقى عند الخدود والدقن والجبهة بتبقى حلوة قوي. لكن لما بنيجي نحط او ننور في منطقة معينة في النوز، بنستخدم بروش اصغر شوية. ممكن حتى نستخدم البروش اللي هي بتاعة الدمج بتاعة الاي شادو عادي، مفيش اي مشكلة. او كمان ممكن نستخدم بصباعنا، يعني احنا ممكن نعمل بلند بصباعنا للهايلايتر، كمان بيدي اضاءة اكتر، البيجمنت بتاعتها بتبقى اقوى. خلي بالكم ان البيجمنت بتاع الهايلايتر لما بيتحط بصوابعنا بيبقى اقوى بكتير من ان احنا نحطه ببروش. بس في نفس الوقت انا حبيت برضو اعرفكم ان البروش دي بتاعت الهايلايتر، يعني دي ما ينفعش ندمج بيها ولا كونتور، ولا نحط بيها بلاشر، ولا حتى كونتور باودر، ولا اي حاجه. هي بس متخصصه في الهايلايتر اللي هو الاضاءه بتاعه البشره في اخر الميك اب. نيجي بقى، تعالوا بقى يا بنات نيجي للقسم التاني اللي هي بقى كل الفرش اللي تخص العيون، كل ما يخص العيون ودمج الاي شادو. انا هعرفكم كل واحده استخداماتها ايه. اول فرشه عندنا دي اللي هي المسطحه الصغيره، دي بتبقى حلوه قوي 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 في تنظيف اللي تحت الحاجب بالكونسيلر، بتبقى خطيره يا بنات بجد، بتنضف لك حلوه قوي، وكمان بتبقى دقيقه ان انتي ترسمي بيها خط وتنضفي بيها تحت الحاجب كويس. الفرشة اللي مكتوب عليها فرشة الحاجب دي بتبقى فرشة مسطحة كده زي ما انتوا شايفين، بتبقى مشطوفة، تمام، وتبقى صغيرة، وشعرها بيبقى مدموج قوي في بعض، مش كثيف قوي، بس في نفس الوقت بتبقى رفيعة جدا. دي بتبقى برضو خطيرة في رسم الهير باي هير بالجل للحواجب.
يعني انتي وانتي بتجربي ترسمي، جربي كده ترسمي الحاجب بتاعك بالبروش دي وبأي جل، ولما تحطي الجل على البروش دي تضغطي بصوابعك على سن البروش من فوق، بتخليها ارفع وحادة اكتر، فبالتالي بتطلع معاكي الهير باي هير بيرفكت، يعني كأنك متخصصة بجد في رسم الحواجب. نيجي بقى عند الفرش اللي هي بتاعة الاي شادو. اول فرشة لدمج الاي شادو بتبقى الفرشة اللي هي الفلافي الكبيرة شوية، دي بتبقى للون الانتقالي بتاع الاي شادو، اللي هو اول لون بنحطه على جفن العيون علشان نبتدي نعمل البيز بتاع الاي شادو اللي احنا الاول الالوان اللي احنا هنحطها. دي بتبقى عبارة عن فرشة فلافي شعيراتها مش مضغوطة، شعيراتها فيها فراغ كده عن بعض، دي بتبقى حلوة قوي في اللون الانتقالي. تاني فرشة اللي هي تحتيها شوية ومشطوفة شوية، دي برضو بلندنج بروش، بس بتبقى يعني كل ما تزودي فيه او تغمقي في اللون بتاع الاي شادو لازم نصغر الفرشة بتاعتنا، فالفرشة دي بتبقى حلوة قوي مع الالوان الاغمق، علشان نطلع تدرج الالوان لازم كل لون ناخده، يعني اخدنا فرشة كبيرة ناخد بعديها اللون التاني الاغمق بفرشة اصغر. الفرشة التالتة اللي هي مكتوب عليها زوايا العين دي برضو دي زي الكابوكي بروش، بس بتبقى صغيرة قوي للزوايا بتاعت العين علشان تعرفي تتحكمي فيها وتعرفي ترسمي مظبوط. الفرشة بقى اللي هي المسطحة دي اللي مكتوب عليها وضع الاي شادو، دي بتحطي بيها اي بيجمنت او اي اي شادو شيمر، بتحطه في المكان بتاعه مظبوط وبيبقى حلو قوي، وكمان بتوزعه بطريقة صح. كمان هنيجي عند البروش اللي هي بتاعة الحواجب دي اللي بنسرح بيها الحاجب سواء بالوكس بتاع الحواجب او حتى لو مش حاطين وكس وحواجبنا شكلها مش متظبطه او منكوشه كده شويه، دي بنبتدي نظبط بيها الحواجب قبل كمان ما نرسم الحاجب بتاعنا. كمان الفرشة اللي مكتوب عليها الايلاينر دي بتبقى حادة، هي مشطوفة خالص وبتبقى صغيرة ورفيعة انك تقدري ترسمي بيها ايلاينر يطلع برضو معاكي بيرفكت، وكمان من غير بدون اي صعوبة، يعني ما بيبقاش فيه صعوبة خالص. وكمان في فرشة ان احنا بنحدد بيها الشفايف، دي بتبقى صغيرة قوي وكمان حادة برضو من السن بتاعها علشان تعرفي ترسمي بيها الشفايف، شكلها بتبقى خطير قوي كأنك عاملة فيلر. انا حبيت بس اوضح معاكم انواع كل الفرش بتاعه الميك اب سواء بتاعه البشره او بتاعه العيون، علشان في بنات كتير قوي مش عارفاها. يا رب يكون استفدت من الفيديو ويكون شرحي بسيط عليكم. لو محتاجين اي شرح او اي حاجه في الميك اب عايزين تعرفوها اكتبوا لي تحت في الكومنت، وانا هعمل لكم فيديوهات حلوه قوي باذن الله الفتره الجايه. باي، هتوحشوني قوي.